اهلا بيكم في اسكندريه من الدور العشرين على فيو البحر الجميل دوت، ويا بخت الاسكندرانيه. وجايين نعمل مقارنه بعد ما عملنا لكم مقارنه جمبري بتر فلاي ومقارنه البور المشوي ومقارنه الفرايد تشيكن وفيديوهات في اسكندريه. هنقارن بلبن بوزير الحلو وحلا قشطه، لان الثلاثه منتشرين في اسكندريه. تعالوا نقارنهم ببعض. في عند بلبن وعند حلا قشطه الكشري ب 70 جنيه، عند وزير الحلو الكشري ب 60 جنيه. تعالوا نسمي الله وندوق الثلاثه. هنا ده حلا قشطه بلبن وده وزير الحلو. تعالوا نسمي الله. ومنظر اصلا العلبه الثلاثه حلوين، منظرهم الثلاثه حلوين. وهنا من تحت رز بلبن كنافه كريمه جلاش ومانجا من فوق وكريمه. طعم مانجا نضيف، والخلطه مع بعضيها كلها طعمها حلو قوي ومش مسكره اوفر. تعالوا نشوف حلا قشطه اللي هو نفس لوجو بلبن، يعني نفس اللوجو ونفس كل حاجه، نفس القطمه. بس انا حاسس ان هنا يبص من جوه، هنا حاسس ان حاسس ان في لخبطه شويه. فين الكنافه؟ بص المعلقه بقت عامله ازاي. ايه ده يا عم؟ مين اللي ياكل دي؟ للامانه هنا المانجا طعمها احلى وحاسسها قطع كبيره شويه. هنا المانجا حاسسها عامله زي ما تكون مهروسه شويه، ولكن الاثنين طعمهم معقول. بس ده اغنى شويه، ده تحس بيه في دسامه سنه شويه. تعال نخش على وزير الحلو. تقطيعه المانجا جميله وفي صوص كراميل من فوق، معرفش ليه صوص الكراميل دوت، مع اني تقطيعه عاديه زيها زي التانيين. هنا بقى كريمه بص كتير شويتين. تعال ناخد قطمه من النص عشان الاولانيه كانت مليانه كريمه، والتلاته نفس النظام. بس هنا تقريبا في وزير الحلو الكريمه اكتر سنه. التلاته حلوين، التلاته تحفه، ولكن بس هنا صوص الكراميل عامل حاجه في طعم المانجا مش عاجبني. يعني صوص الكراميل ده لو اتشال خالص، يعني الصوص ده لو اتشال من على الكشري معرفش هم ليه حاطينه اصلا، هيبقى تحفه. يرجع بس كده لبلبن. طيب التلاته تحفه، ولكن المانجا هنا تتقطع زي الاثنين دول محترمين قوي اذا كان وزير حلو وبلبن. هنا الكراميل بس اتشال بلبن ولا غلطه. وايه تاني حاجه هنقارنها ما بين الثلاثه هي القشطوطه، لان القشطوطه دي بالنسبه لي من احلى الحاجات اللي انا باكلها في الحلو. وجبناها من عند بلبن قشطوطه لوتس ب 85 جنيه، عند حلا قشطه 80 جنيه، فرق 5 جنيه. مع ان هنا حاسس ان في رز بلبن تحت واحنا طالبينها ساده بردك. يعني معلومه انا عايز اقول لك ان احنا طالبينها مش قلنا لهم قشطوطه لوتس بس، ما اعرفش ليه هم ادونا دي. ووزير الحلو اكثرهم بص، يعني الوحيد تقريبا ان فيها لبن ب 60 جنيه عند وزير الحلو، صح؟ تعالوا نسمي الله ونشوف الفرق. ناخد قطعه قشطوطه ودي تحتها رز بلبن زي ما انا قلت. عندك اللبن تحت هنا ظاهر وتحتها رز بلبن. دي منظرها من جوه 10 من 10 من 10. ونخش على حلا قشطه. هنا صوص اللوتس من جوه وفوقيه بودره اللوتس، هنا بسكوت اللوتس وفوقيه صوص اللوتس. اختلاف، بس اختلاف فظيع. وفي حاجه غريبه، حاسس هنا بغنى اكتر شويه في المعلقه، تحس الحاجه دسمه شويه. نشوف وزير الحلو بيقول ايه. وبردك هنا الصوص من فوق والبسكوت تحت، ده منظرها من جوه. هنا بقى الصوص اغنى بكتير، مش بهزر. يعني هي الصوص غني وخفيف شويه، هنا خفيف سنه بس طعمه غني. هنا طعمه دسم قوي وحاسه تقيل، يعني حاسه يعني ده بلعتها بتنهد كده. طيب خليني صريح معاك، التلاته حلوين مفيش كلام، ولكن ده الصوص قوي وهنا الصوص قوي. فالاثنين دول حلوين، ودي ب 60 جنيه ودي ب 85 جنيه. انت بقى هنا لو انت عايز معاها الرز بلبن اللي تحتيه والكلام ده كله، دي هتبقى اكتر بكتير. ولكن انا كيكه التريليتشي اكبر سنه لو انت واخد بالك من اللي انا بقوله. طيب نخش على اللي بعده. هنقارن اخر اختراع، هو الهبه يا جماعه. هنا ب 60 جنيه وهنا ب 120 جنيه، فرق الضعف. هو صحيح هنا تحسها اكبر شويه، بس هنا بردك واقفه كده وعاليه وليها كيانها. هنا الصوص اكتر شويه وهنا بردك الناس عاملينها كويس. طب انا هدوق المره دي بقى وزير الحلو الاول. حلا قشطه طلع اصلا ما عندوش الهبه، يعني ده وزير الحلو اللي على يمينك ولا على شمالك بلبن. حلا قشطه ما عندوش الموضوع ده. تعال نشوف ونسمي الله. بتبقى كيكه وبعد كده كنافه بيستاشيو وصوص كندر من فوق وبتتجرنش بروتيلا. طعمها حلو وطعم الكيكه تقيل وكل حاجه، بس ما تتبلعش. يعني دي عايزه كوبايه شاي بلبن عشان تعرف تبلعها، دسمه وتقيله
وبلعتها صعبه، يا ميه يا بيبسي حاجه كده جنبيها، ما تاكلهاش لوحدها خالص، لو انت هتاكلها لوحدها مش هتتبلع، عايزه بيبسي جنبيها اهو، كوبايه شاي، اي حاجه تبلعها. ما علينا، هي اصلا فوازير الحلو اسمها كيكه لندن، هنا بقى اسمها هبه دبي. تعالوا نسمي الله ونشوف بلبن عاملها ازاي. عند بلبن حاسس ان راق الكيكه حجمه مع راق الكنافه بيستاشيو قد بعض، والصوص من فوق غرقان بينقط. بص بأمانة الله عند بلبن حلوه قوي قوي. هنا الكيكه بص انا مش هقدر ادوق تاني ان هي تقيله. هنا حجم الكيكه، بص انت سيبك من اللي انا خدتها عشان ما تقولش انا قاطعها بالمعلقه. تعالى كده، هنا حجم الكيكه بص تخين ازاي، والكنافه قليل. اللي يكسب دي ب 60 ودي ب 120، بس دي الصراحه قويه قوي 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 كصوص، كطبقه كيكه خفيفه، وطبقه بيستاشيو بالكنافه. الكنافه البيستاشيو كتيره شويه، فعامله بالانس جامد قوي قوي قوي، فدي جامده قوي قوي. هنا الكيكه، عارف لو كيكه رقيقه كانت ظبطت شويه، وان لو ظبطوا شويه الرق بتاع الكنافه بيستاشيو يبقى اعلى شويه، كانت تبقى حلوه. ولكن كسعر هنا 60 جنيه هنا 120، في الاخر انت اختار اللي انت عايزه. بس دي دسمه قوي قوي قوي، اخرك منها معلقتين، اكلت معلقتين مش هاكل منها تاني حتى بعد التصوير. قويه قوي، دسمه قوي، ما تتاكلش لوحدها خالص. يعني دي اقول لك لو هتجيبها انت في رمضان بعد الفطار، كل واحد ياخد له معلقتين هيتبسط قوي، ويبقى حله وكل كنافه وكسر الدنيا. المقارنه دي انا عملتها بناء على طلبكم انتم، ده مش اعلان لحد، ولا المقارنات هينفع تبقى اعلان لحد، ولا انا هقبل ان المقارنه تبقى اعلان لحد. المقارنه دي انا بعملها ليكم انتوا عشان انا وانتوا نتبسط ونستفاد، عشان انا بحبكم وانا عارف ان انتوا كمان بتحبوني. كان معاكم هاني فود من قلب اسكندريه، تحيه لكل شعب اسكندريه. والمنظر الجميل اللي ورايا ده يا بختكم بيه، والمنظر ده اللي انتوا عايشينه وتتمشوا على الكورنيش، انا بحسدكم، انا كهراوي. كان معاكم هاني فود، سلام.